التنميه والثقافه قمنا بهذه المبادره في الحي ديالنا اللي هو حي دهر الغميش وفي المنطقه ديال العوامه اللي منطقه العوامه مش حايله ما شفناش بحال هذا الشيء هذا. وكنظن اول مره عاد دار بحال هذه المبادره دارت في حي دهر الغميش في منطقه العوامه. كنشكروا بزاف مقاطعه بني مكاده على الدعم ديالها لهذه الجمعيه بانها عطاتها مواد لوجستيكيه باش تخدم هذا النشاط هذا. وحنا فرحانين بزاف اننا اول جمعيه عدير هذه المبادره، وكنتمناو ان جميع الجمعيات اللي عاد تشوف هذا العمل هذا تقوم وتبادر ودير هذا العمل هذا في كل حي، حيت الا كان كل حي بحال عندهم نفس الافكار، عندهم نفس الطموحات بحال هيدا، عاد تكون المدينه ديالنا جميله ونظيفه وعنثيروا انتباه جميع المدن، وبذلك غيكون المغرب ديالنا كامل نظيف وكامل جميل. وشكرا. بالنسبه لظهر الغميش يعني كاينين جمعيات، لكن احنا يعني جمعيه جديده عاد تنشات، ولكن اول مبادره تقريبا اللي وقيل الله اعلم هي هذه. يعني واخا كانوا مبادرات اخرين، ولكن الحمد لله هذه المبادره هذه. وهذه المبادره بغينا ان بالنسبه للحي ان العقليه ان تتبدل، لان احنا هنا بالنسبه للنظافه، بالنسبه للمدخل ديال الحي يكون عنده رونق جميل، بالنسبه ان الدخول ديال رمضان، وهذه ثقافه عندنا ديال جدودنا هذه شحال لما ان كان تيبغي يجي رمضان ولا يجي شي عيد ولا شي حاجه شنو تنعملوا. يعني ضروري انك تقوم بواحد الواجب بالنسبه للدار، بالنسبه للصباغه، بالنسبه للتنظيف، بالنسبه كذلك. هذا هو المبادره اللي خلات الجمعيه ديال الامل والتنميه، جمعيه الامل والتنميه للثقافه. كيفاش يكون الحي مدخل يعني نموذجي، هذا هو الاهم من هذا الشيء كامل. وبالنسبه عاوتاني كذلك كيفاش نزرعوا الروح ديال المبادره بهذا التلامذ هادو عاوتاني كذلك التضامن في الحي كامل. هذا هو الهدف الاول والاخر، واللي غادي نستعنوا بها هو ان الحمد لله ومشكورين بعض الاخوه الله يجازيهم بخير، لان ساندونا وعطاونا بعض يعني المواد اللوجستيكيه بحال دابا صباغه، بحال بالنسبه للاشجار وداك الشيء. يعني غادي الحمد لله غادي يكون بالنسبه للتشجير، غيكون بالنسبه لهذا الحائط هذا غادي تكون واحد الجداريه الحمد لله اللي غادي تكون ما شاء الله. نتمناو من الله التلامذ هما اللي غادي يبدعوا، ماشي حنايا. حنا كما تيقولوا حنا شرفنا، حنا بغينا الشباب كيفاش تخلق فيهم هذه المبادره هذه ديال التضامن. ضروري، نعم ضروري هذا هو الاهم. احياء بالنسبه لنا اللي الكل انا اللي تربيت عليه بالنسبه للعمل الجمعوي، عمل جمعوي خيري تطوعي. حنا نبغيو هذه الفكره هذه اللي تسود للشباب، لان كاين بعض الشباب اللي عندهم مجرد ان جمعيه مجرد ربح، يعني مدخول ولا شي حاجه، لكن لا. ولكن بالنسبه احنا نكونوا نشوفوه في الجيب ديالنا، ما نشوفوش هذا الحي هذا شكون اللي غادي ينظفوا، شكون. يعني كل واحد ينطلق من نفسه، وبالخصوص الشباب الا تربى هذاك الشيء اللي نشاتي عليه هو اللي غادي تلقاه في الاخر. اي حاجه نشاتي عليها هي اللي غادي تعلموا الصغر، يعني في الكبر غادي تلقى ما شاء الله. الله يوفق وشكرا. وسمحوا لنا الله يجزيك بخير. واول حاجه واخر حاجه تنشكركم يعني بالنسبه للصحافه، الله يجزيكم بخير اللي ساندتونا في هذه المبادره هذه، ونتمنوا من الله التوفيق للقدام ان شاء الله. الفكره جاتني السي حسن قائد، حنا في قدماء ديال الكشفيه الحسنيه او لا غيرها، انا كنعمل في كشفيات كاملين، والسي حسن هو اللي اقترح كماده ديالي الفنون التشكيليه، استاذ الفنون التشكيليه متقاعد، كنعمل شي حاجه اللي برانيه على القسم، كتسمى التنشيط، كنشط الجداريات ولا كنشط حتى الاطفال. السي حسن اللي بالسبب ديالو باش جيت عند السي رشيد عيطتي، قال لي واش طلعت معنا جداريه، جيت مع هذه واحد اليومين وعطيته الوصفه ديالي، قلت له ها كيفاش كنخدم انا، ماشي طلاي، ما كنجيش شي حاجه من الدار ديالي وغندير الثقافه الحيط، كخصني نجيب شي حاجه الموضوع ديال الناس الحي، غادي نزينوا هذه الجداريه مزيان، ولكن منهم واليهم. ملي كنمشي شي جمعيه كنستهدف الاطفال الصغارين، ما كيفهموش ماشي كلشي. كيقول لي لا انت غادي نحترموك نعطيوك الدراري الكبار، قلت له لا ديروا الصغارين بصفه غير مباشره كيجيبوا الكبارين، لان باقي ماشي منفصلين على الامهات ديالهم. ملي كتنشط ديك الصغارين كتبلغ رساله للكبار، فهمتي القصد. فعلا الصغار كيكونوا مؤثرين. والمقابل دابا ملي كنشوفوا هذه الجداريه خدامين الناس الحي، كاين الزوار اللي غيجي يقول لك نشارك معاك، تقول له شارك. هذا هو الشعار الصغارين، يعني كلشي كيتضامن، كلشي كيرسل، يعني كلشي كيشارك، كلشي كيشارك بواحد الطريقه خاصه، ماشي كتستدعي الناس وكتعمل الدعايه وكتخلصهم باش يجيو.
يعني كتخلق شي حاجه اللي هي كتجيب الناس. ربما رساله ديال مجموعه ديال الشباب، جمعيه ديال المجتمع المدني، شنو كتبغي تقول لهم؟ كما نقول من ناحيه مفهوم التربيه، كنقول التربيه دابا التربيه الحديثه كيهضروا على مدرسه الحياه، ما بقاش حتى في التعليم ماشي كل شيء واعي. الناس اللي كيتكونوا جدادين كيجيو باش يعلموا الناس يقراو. دابا في الفنون التشكيليه كنعلم الناس كيفاش يخدموا، ماشي كنقول لهم دابا جا واحد الاستاذ محترم جاو شي حاجه في الدار كيقول لي هذه مشي هيدا شكون قالها لك؟ كيقول حنا جلسنا وعندنا اختار شي واحد من العنصر ويقول لك شنو علاش اتفقوا. تلاقيت مع السي رشيد في واحد اللقاء، قال لي انا عندي واحد تخطيط باش نديروا الجدرانيات هنا في الحي. قلت لي راه كان عندنا واحد الاستاذ وعطيته الرقم واتصل به، وحنا من هذا المنبر كنشكروا السيد رشيد بهذه المبادره وكتشجيع التجميل الحي والتشجير، وكنشكروا الصحافه هي اللي كتغطي هذا النشاط، ومزيدا من التوفيق ان شاء الله.